سلام صحابي، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غنعاود لكم على القصه ديال واحد العروس ميته وشنو غادي يطرى لها في عالم الاحياء. يلا تابعوا معايا القصه. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا سبسكرايب لاشين ديالي باش تبقى توصلكم اي حاجه كنحطها. في قديم الزمان في واحد المدينة ساحلية زوينة حتى البحر عاش واحد الشاب ظريف وزويون سميتو روفن. كان معروف بالطيبوبة ديالو، ولكن الثقة اللي فيه ما كانتش كبيرة بحال الطيبوبة اللي عنده، ولا العكس ديال البنت اللي كان كيبغي، اللي كانت عندها واحد الجاذبية طبيعية كتضوي المدينة كاملة. كانت إلايزا واقفة مع صحاباتها كيشوفوا خاتم ديال صاحبتهم اللي تخطبات وكيباركوا ليها، وكان روفن كيشوفوا ساهي فيهم. حتى وقف عليه السيد إزرا وكان ليه بان لي شي واحد قريب غيتزوج. السيد إزرا هو صاحب المتجر اللي في البلدة، هو الرئيس ديال روفن. كيعجبو يضحك مع روفن ويشد فيه بزاف. انت غادي تعطيها الختمة ولدي؟ الختم وصل إلايزا وهي تشي عندهم وقالت لهم واش كتهضروا عليا؟ اياه وغير بالخير بنتي، الخاتم ديال صاحبتك كان زوين، الزواج راه حاجه زوينه. انا كنحلم بشي عرض زواج اللي يكون ساحر. واحد الوقته هو يحس روفن بالخجل ومشى بحالو وهو يتبعو السيد إزرا. روفن، شنو المشكله اللي عندك؟ سيد إزرا، انا باغي نتقدم لإلايزا ولكن خايف لا نكون ما كافيش ليها وما قنعهاش. روفن، واش كتبغيها؟ بالطبع، اذا ولدي انت راك اكثر من كافي ليها. الحب راه هو اعظم هديه، ما تنساش هادي. امتلأ القلب ديال روفن بالهزيمه والاصرار، وفي العشيه مشى المتجر المجوهرات. في النهار الثاني شافت إلايزا روفن في المتجر وهي تقول مع راسها اخيرا. اختار روفن احسن خاتم من بين كاع الخواتم اللي كانوا، ولكن إلايزا شافتو فاش كان كيختار وعجبها الحال. وفي العشيه تلاقى روفن معاها وشافتو بحال مخبي شي حاجه. واش ليا؟ شنو مخبي عليا؟ وبحال ديما بدا روفن كيتمتم وما عرف ما يقول. إلايزا، واش تقبلي تفطي معايا؟ بالطبع. وفي المطعم جمع روفن الشجاعه ديالو باش يتقدم، وبقات تقول مع راسها واش غادي تقدم ليا هنا؟ إلايزا، واش تبغي بعض المثلجات؟ واخا كان كيحاول، التوتر ديال روفن سيطر عليه بزاف. داز نهار بمحاولات تقدم فاشله، وهذا الشيء خلاه مضاربها مع راسو، وفي الاخر وصلها للبيت في يأس. ومن بعد خدا قرار غادي يغير حياته للابد، ومشى لواحد البلاصه خاويه ومظلمه وبقى تيهضر مع راسو. ما بقيتش حتى الشجاعه باش نتقدم. إلايزا، انا كنبغيك بزاف وباغي نكمل معاك حياتي، واش تقبلي تزوجي بيا؟ وبين ما جالس كيتدرب على التقدم مع واحد الغصن ديال واحد الشجره، سمع واحد الصوت غريب وتلفت موراه، وكانت الفروع ديال الاشجار كتحرك وكتلوى، ومن بينها بانت واحد الفتاة شاحبة في واحد الكسوة ديال العروس، وكانت هاد الفتاة هي العروس الميتة ماتيلدا. صدم روفن ما عرف باش تبلى، وشوية وهي التمجية جيتو قالت ليه انت غلطتي في سميتي، انا ماشي إلايزا، انا ماتيلدا. فرحانة بزاف بزواجنا. كيفاش؟ راجلي كينسى بزاف. انت شوف، راك تزوجتي بيا. تزوجتك؟ انا غنمشي نقولها لكل شي. وفجأة تغير المكان فين كانوا، ولقى راسو جالس كيزلق في عالم الاموات، وكانت ماتيلدا حتى هي معاه. شنو هاد الشي؟ شهاد البلاصه؟ وهما بداو الاموات كيقربوا لجيتو بواحد الطريقه كتخلع. وروفن تحنى وقال لا لا، عافاك عمي دافيد، عمي بيتونيا.
أوه أهلا بنتي، وش هداك خاتم؟ راه تزوجت، وكان هاد الزواج ماشي عادي. من شكون؟ من هذا. فجأة قربوا الشبحان من روفن، ولكن ماتيلدا راه حي. والبشرة ديالو ناعمة بزاف، وياه وعندو كاع الأصابع. وروفن شد في راسو بالأعصاب اللي داروا ليه. راسني متحمس بزاف. دابا شنو، واش غادي تباركوا لينا ولا لا؟ مبروك عليكم. وهو يشدها روفن بواحد الشرية، كان كيحاول يهرب بخوت الفزع. شوية وهو يصطدم بواحد المرأة هي بالأموات وطاح. متأتينيش عافاك روفن. لقى روفن راسو قدام جداتو اللي ماتت، كان كيبغيها بزاف. جدة، واش هادي انتي بصح؟ ولدي، ما عمري تخيلت غنعاود نشوفك. مالك ولدي، شنو جابك لهنا؟ ما كانش روفن خايف من جداتو، بالعكس حس بالراحة معاهم، وعاد بدا كيشرح الحدث الغريب ليها. راك في مشكل دابا، هادي راه مصيبة جدة. يلا سير عند العروسة ديالك. جداتي، كلشي كيخلع هنا. روفن تفكر ولدي، راه كاع اللي هنا كانوا حيين واحد المرة، ما غاديش تخاف منهم الا تعرفتي عليهم. واخا ورجعوا بجوج. رجعتي، كنت كنساينك. سمح لينا ولدي الا خلعناك، راه غير كنا تحمسنا واحد شويه وصافي. روفن شاف فيهم بواحد الشكل مختلف، وعرف بلي راه واقيلا خطأ في الحكم على العالم الأموات. ماتيلدا راه ميمكنش تزوجي من شي حد حي. واخا، ولكن راه هو اللي تزوج بيا، راه خاصو يرجع لعالم الأحياء. حسات ماتيلدا بصدمة. عافاك روفن، تيني معاك لعالم الأحياء. كان دايخ روفن بين الوعد ديالو لماتيلدا والمسؤوليات ديالو في عالم الأحياء. صافي واخا، راه خاصني نيت نرجع بحالي. ياي، واش هادي فكرة مزيانة؟ ضروري ما غلقها شي طريقة نسالي بيها هاد الزواج. بدا روفن الرحلة ديالو في الأنفاق المظلمة، وقلبو مثقل بالالتزام ديالو مع ماتيلدا. دابا شنو أول حاجة غنديرو؟ دابا خاصنا نبداو نسوقو. خدا روفن ماتيلدا البلدة، ومن الظهر تا حد ما لاحظها، وفي واحد اللقطة وهي تبان ليه إلايزا. لا ماشي دابا. روفن خدا ماتيلدا لواحد الطريق مظلمة، وحاول يتجنب إلايزا، ودغيا بداو كيشريو في الحوايج. تبدلات الموضة بزاف. شنو بانلك مزيانة هادي؟ أنا جاني شي حاجة كبر غادي تكون حسن بحال هادي. وفاش خرجوا من المحل شافتهم إلايزا عاوتاني. روفن شد روفن في ماتيلدا وجرهم مشاو بحالهم دغيا، وإلايزا كانت موراه. روفن ساين. لا، ما كادش كاع نهرب منها. مشاو كيجريو باش يتخباو في المتجر دغيا، سدو الباب ودخلوا. واو، هادشي زوين. شنو هذا؟ هزات ماتيلدا واحد القلادة، وكانت لداخل فيها واحد الحديقة زوينة. ما عرفت فين فايتة شفت هاد القلادة. كنظن حنا بأمان هنا. شوية حاول روفن باش يخرج من المتجر بالتخبية، وهو يتصدم بإلايزا. روفن، علاش كتهرب مني؟ وشكون هادي؟ هادي ما عرف روفن ما يقول. وإلايزا بقات كتشوف ماتيلدا في شكل، وهي تنقز. هادي راه ميتة. أنا راه سميتي ماتيلدا، وأنا ماشي الصديقة ديالو، أنا الزوجة ديالو. كيفاش؟ كان روفن كيحاول يشرح شنو واقع لإلايزا الحائرة. ياك دابا انت تزوجتي بوحدة ميتة، وأنا اللي حية ومعاك من شحال بقات تتقدم ليا. معاه من شحال؟ إيوا راك خسرتي، هادي راه ماشي مسابقة. إلايزا راه خاصني نحبس هاد الزواج، غير نساو هادشي عمرو غيوقع. حبسي هاد الزواج. لا لا، حنا الزواج ديالنا أبدي، أنا متأكد غادي يكون الحل. غير إلا دخلت النادي بالكتاب لتحت. بصح إيوا هي اللي درتيها، ولكن أنا ما بغيتش نكون وحيدة.
وهي تبدا ماتيلدا تبكي. أنا عندي صحابي في العالم ديالي في نادي الكتاب، ولكن راه نكون وحيدة. بدات ماتيلدا كتعاود ليهم القصة المأساوية ديالها وهي حية. كانت كتعرف واحد الولد وعدها بكل شيء، وفي النهار ديال العرس قرر أنه يختفي بمرة، وتكسر قلبها مسكينة في أسعد نهار ليها. احتفظت بالكسوة الزفاف شحال وقلبت في كاع البلايص وما لقيت حتى شي عريس بمرة. تأثرت إلايزا بالقصة ديال ماتيلدا المأساوية. ماتيلدا شوفي، راه ميمكنش تكوني مع روفن، ولكن أنا غنحاول نقلب معاك على الولد اللي كنتي معاه. كيفاش؟ ولا الأقل نعرفو غير المصير ديالو. وديك الساعة غادي يرتاح قلبك. ولكن راه حتى شي واحد ما غيعقل عليا في العالم الأحياء. حنا غادي نتفكروك. تأثرات ماتيلدا بزاف. واش عاقله على شي حاجة على هاد الولد؟ داز وقت طويل بزاف والذاكرة ديالي ما بقاتش مزيانة كي كانت. أنا عاقله على أنه كان بحار مشهور وغني بحال القراصنة، كان مبرهني بالهدايا. كيفاش؟ وعنده واحد العلامة بحال القلب تحت من نيفو. صافي إذا نقلبو. وداكشي اللي كان. بداو كيقلبو عليه لعدة أيام في محاولة باش يلقاو الحبيب المجهول، وسولو حتى السيد إزرا باش يعاونهم. واش عاقل على واحد البحار ثري من الماضي؟ بحار ثري؟ كاع البحارة فقراء، سي سولهم براسك. وقرر روفن يمشي يسول البحارة. عرفت شنو تفكرت أنه كان معروف بسمية الوردة الحمراء. سولو البحارة، ولكن تحت فيهم ما عاقل على شي واحد بهاد السمية. طلبنا في كاع البلايص. سيني نسينو روفن ونوض نقلبو عاوتاني. مشى روفن باش يزور السيد إزرا حيت مريض، ولاحظ السيد إزرا أنه مقلق. روفن، بلا ما تشوش عليا، خاصك تركز غير على الزواج من إلايزا. اش نحبسك؟ قريب، أنا كنحاول. إلا لقيتي شي حد باغيه ما ترددش كاع. أنا لقيت هاد الشخص شحال هادي، ولكن ضيعت الفرصة. شوية وهو يكح بالجد وخلاه روفن باش يرتاح. وبين ما هما جالسين كيكملوا في البحث، بدات الصحة ديال السيد إزرا كتدهور بزاف. وفي واحد النهار حزين كانوا واقفين حتى الدار ديال إزرا وهما يسمعوه بدا يكح. أنا غنمشي نزورو. دخل دغيا روفن للدار ديال إزرا ومعاه ماتيلدا وإلايزا، وكان مسكين باينة فيه شاحب بزاف. روفن، أجي لهنا. واخا سيد إزرا. سمع، أنا في الماضي ضيعت الفرصة الزواج من البنت اللي كنبغي. كانت زوينة وظريفة بزاف، وكان كيعجبوها الورود والأمطار. الورود والأمطار؟ كنت بحار من واحد البلدة أخرى وتقدمت ليها، ولكن القدر خداني بعيدة ليها. لا. وفاز رجعت عاوتاني كانت رحلة على العالم ديالنا، وديك القلادة كنت غنعطيها ليها كهدية ليها. بلاتي شنو كان سميتها؟ ماتيلدا. إزرا. شاف إزرا في ماتيلدا وهو مصدوم، وبداو الدموع كيطيحوا من عينيه بين ما إلايزا وروفن كيشرحوا ليه شنو طرا. مور كاع هاد الوقت مازال كتبغيني؟ أنا ديما كنبغيك، راني ساليت من القلادة. شفتها قبل ما تكمل. حس إزرا بواحد الإرهاق شديد. كنظن وصل الوقت باش نمشي. إذا وصل الوقت باش نجمعو عاوتاني يا إزرا. اتخذت ماتيلدا القرار ديالها، وهكا تجمع الشمل ديالهم أخيرا. سمحلي على هاد الشي اللي سببت ليك، وشكرا حيت عاونتيني. يمكن لك تزوج بإلايزا دابا. حنا ديما غنبقاو نتفكروكم. روفن، سربي وتزوج دغيا. ودعوهم ومشاو إزرا وماتيلدا للعالم ديال الأموات ديالهم، وهما مرتاحين وفرحانين حيت تجمعوا مجددا. ومن مور هاد الشي تقدم روفن أخيرا لإلايزا، وكان الزواج ديالهم رائع. أخيرا حنا تزوجنا. عرفتي، جاتني غريبة أننا ما كناش عارفين بلي السيد إزرا كان بحار.
إلا كان من بلاد أخرى راه ما غيكونش مشهور هنا. فلا ثروة غير باش يحيا ويعيش ببساطة. وديك العلامة ديال القلب اللي قالت لنا عليها ماتيلدا، خرج روفن المحفظة ديالو من الجيب وفيها واحد التصويرة ديال إزرا بلا شارب. بصح شتي دار أي حاجة باش يكون مع ماتيلدا. بحالنا تا حنا. وعلى ذكر القصة ديال ماتيلدا والسيد إزرا، تعلم روفن وإلايزا أهم درس في الحياة، وهي تمسكوا بالشخص المناسب فاش تلقاوه. نتمنى صحابي تكون عجباتكم القصة ديالك اليوم، وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتبارطاجيو القصة مع صحابكم. إلى اللقاء، بيزو.